بينجح فريق برشلونة في تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الأسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1. واحب اقول لكم بالنتيجة دي اعتبر برشلونة مسجل 3 اهداف في ريال مدريد للمرة 57 في تاريخه، وبكده هو اكتر فريق بيهز شباك مدريد بثلاثية في التاريخ. وفي المباراة دي بيتعادل سيرجيو بوسكيتس مع ليونيل ميسي ومع سيرجيو راموس برصيد 45 مباراة في تاريخ مشاركاته في الكلاسيكو. ونروح بقى للاعب ليفاندوفسكي اللي بيدون اسمه في تاريخ الكلاسيكو لانه قدر يسجل هدف في الكلاسيكو، وده يعتبر اول اهدافه رسميا في الكلاسيكو، ويعتبر الهدف رقم 19 بتشيرت برشلونة من وقت انضمامه للنادي من بداية الموسم الحالي. لكن قدر ليفاندوفسكي من تسجيل 6 اهداف في شباك مدريد، لكن كانوا بتشيرت بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ. لكن هنيجي بقى للجوهرة البرشلونية اللي بيكتب التاريخ قدام الريال، اللاعب والاسطورة الصغيرة جافي اللي بيسجل في الكلاسيكو. بعد الهدف ده يعتبر جافي تاني اصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو عن عمر 18 سنة و164 يوم. ده طبعا غير انه قدم اداء مميز جدا، لانه مش بس بيسجل في اهم مباريات برشلونة، لا ده كمان هو اللي صنع الهدفين التانيين لفريقه. في الشوط الاول بيعمل اسيست اكتر من رائع لليفاندوفسكي اللي بيسجل منه الهدف، وفي الشوط الثاني بيصنع الهدف للاعب بدري، وبكده بيوصل برشلونة لتحقيق لقب السوبر الاسباني للمرة ال14 في تاريخه، متفوق على ريال مدريد صاحب ال12 بطولة في تاريخ السوبر. لكن عن هدف بنزيما اللي سجله في الدقيقة الأخيرة، بالهدف ده بيوصل بنزيما للهدف رقم 400 في تاريخه مع الأندية، وبكده يعتبر اول لاعب فرنسي يوصل للهدف رقم 400 مع الانديه في التاريخ. وبجد ماتش من العيار التقيل، وبرشلونه وتشافي بيفاجئونا بالاداء الممتع وتقديم ماتش من الطراز الجميل. عاش تشافي وعاش فريق برشلونه على المتعه الكرويه اللي انتوا عيشتونا فيها ورجعتونا ليها من اول وجديد من بعد نهايه كاس العالم. والاهم من ده كله، انا محمد اشرف.